يوم جديد كله حياة، الشمس بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سماء غنوة عايزانا نكون سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى ان يعجبكم. لو عجبك ما تنسيش تدعميني باللايك وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اول حاجه هنا كنت لسه صاحيه من النوم، قررت كده ان انا افطر، فعملت كده بطاطس محمره. يعني قلت مش في طبيعي اني بفطر كتير بس ليه كنت لسه قايله له اقعد ساكت عشان هسجل. شايفين يعني فالمهم هنا عملت بطاطس كده وجبنه وعملت كوبايه شاي عشان افوق. ده المفرش كنت شايلاه من بالليل، فقلت كده اغسله اول ما صحيت. وهنا بقى كان بقالي يومين ما فتحتش الشباك، لان كان الجو برد قوي بصراحه. فالنهارده بقى فتحته، كانت الشمس حلوه قوي. وقلت كده اعمل معاكم كده روتين بسيط وخفيف. ان شاء الله الروتينات بقى الجايه تبقى باذن الله عن رمضان، يعني ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفتقدين يا رب. المهم هنا بقى ابتديت اشيل كده اللعب بتاع سليم، لانها كانت منطوره في كل حته، لان احنا بنبقى قاعدين اصلا في المكان ده. ودي برضو دفايه كده بنغطى بيها لان الشاشه هنا، فقلت كده اطبقها. يعني بشيل اي حاجه مثلا ملهاش لازمه، وببتدي ارتب الدنيا وارجع كل حاجه بقى مكانها. يعني انا يعتبر ده الروتين بتاعي الصباحي دايما، يعني دايما بعمل كده. اللي هو بقى لو يعني حاجات متبهدله مش عارفه ايه، بالاخص الاماكن اللي احنا بنكون قاعدين فيها قوي دي لازم يعني. هنا بقى نفضت الكنب، وابتدي افرش الحاجات اللي انا بحطها دي عشان تحفظ لي الكنب نفسه. بس ان شاء الله ناويه اغسل اسمها ايه مش عارفه، اللي هي الوشاش اللي هي بتاع الكنب دي. يعني ان شاء الله ناويه اغسلها اليومين دول. بس الجو بدأ يعني يتحسن، لان الفتره اللي فاتت كان الجو برد قوي قوي قوي. هو يعني اليومين دول هوا، بس يعني الشمس بتكون سخنه قوي بالنهار وبتكون حلوه، انما بالليل طبعا بيبقى الجو بارد شويه، بس حلو يعني افضل من الايام اللي فاتت. فهنا كده فرشت الحاجات اللي بتحفظ لي الانتريه، وهنا بقى قلت اكنس الحافظه. سليم في الوقت ده كان نايم، فما كانش ينفع اشغل المكنسه بصراحه بتشفط اي حاجه بقى صغننه. فقلت بقى اكنسها كده بالمقشه، عشان طبعا فتحية الحاجات دي بتبقى ماليه الحافظه. وسليم نشيل عليها يعني تاني يوم، لا اول يوم، يعني اليوم اللي عملت فيه الروتين ده بالليل نشيل عليها بالروج، كلها بقى لونها احمر ومش راضي يطلع. بس بعدت اجيب حاجه اشوف هتطلعه ولا لا. لو كده برضو هصورها لكم، بحيث ان هي لو حد عنده حاجه زي كده يلحقها يعني بيها. المهم انا بقى مسحت كده الترابيزات وابتديت ارجع كل حاجه مكانها، وكمان انا اسفه على الصوت بس سليم بيلعب بالعجله. اسمها ايه، الصينيه برضو مسحتها، وهنا ولعت بخور. وهنا بقى جيت على المطبخ، زي ما انتم شايفين الرخامه كان عليها كميه حاجات، يعني مقولكوش دايما الرخامه عليها كميه حاجات. بس تمام يعني. ابتديت كده اشيل اللي هي القطعه بتاع الخضار دي، كنت عامله لكم عليها فيديو شوت كده صغير. بصوا هي مش وحشه، بس يعني لو انت مش جايباها لا ما تجيبهاش يعني مش جايبه ان هي ذات اهميه. لا عادي، انا اقطع السلطه على ايدي عادي. بحسها اصلا بتاخد مجهود، ف يعني حلوه، بتقدر الغرض، بتقطع الخضار متساوي، دي يعني احسن حاجه طبعا فيها. بس يعني مش عارفه، يعني انا عن نفسي انا جبتها بجوازي كان من 3-4 سنين، بس انا شايفه الفتره دي حاساها طالعه قوي ترند شويه، فقلت عشان كده اعمل فيديو عليها. انا عايزه اقول لكم ان دي كان اول مره استخدمها معاكم، حتى في الفيديو لو حد شافه هتلاقيها بالاكياس بتاعتها. المهم انا بقى ابتديت ارجع كل حاجه مكانها. هنا الكبه كنت مطلعاها لان كنت بفرم عليها لحمه، فالمهم ابتديت بقى كده ان انا طبعا غسلتها وصفيتها وابتديت ارجعها مكانها. وهنا كان عندي بحط كده البرتقال ده في طبق الفاكهه،
كنت جايباه ما كنتش نقلته يعني. بس ببتدي بقى ارجع اي حاجه مكانها، واي حاجه مثلا يعني عايزه تتمسح بمسحها. المشكله اصلا المطبخ عندي اليومين دول البلاعات اللي فيه بايظه، وكل شويه يعني يغرق ميه وكده، عايز حد يشوفه. فحاجه بصراحه يعني مستفزه ومتعبه بجد، لان كل شويه بمسحه كده. انا بقى رجعت الدنيا كده مكانها. ده مش الشكل النهائي للرخامه، الرخامه بايظه طبعا، والستيكر اللي عليها بايظ خالص. بس ان شاء الله يعني سليم مش ساكت، فالفيديو برعاية سليم بقى. الرخامه يعني طبعا الستيكر اللي عليها خلاص يعني هيتشال باذن الله. بس انا مستنيه شويه نظبط، يعني اظبط لكم كده شويه حاجات في المطبخ باذن الله، يبقى نصور برضو مع بعض. فالمهم هنا بقى ابتديت ان انا امسح الرخام. يعني هنا كنت بجيب حاجه تقريبا كنت بجيب حاجه ونسيت الكاميرا مفتوحه. يعني انا كنت بعمل حاجه بس مش عارفه هي حاجه ايه، بس مش عارفه بصراحه يعني ايه. يعني خلينا اسيب الكاميرا مفتوحه، او هي تقريبا اتفتحت بالغلط. يعني انا قفلتها وهي اتفتحت بالغلط. مش عارفه بصراحه، مش عارفه مقسطهاش ازاي. ماشي يا مامي، ماشي. سليم مش ساكت، وكل مره اقول لكم اصور ونايم وما اصورش. كل شويه اقول لكم اصور وانام وبرضه اصور وصاحي، لان بيكونش في وقت. يعني وقت لا بنام فيه اصلا، انا برضه بحاول انام فيه يعني عشان ما لخبطش يعني النوم وكده. المهم هنا زي ما قلت لكم سبت الكاميرا مفتوحه، بس اديكم يعني سمحتوا دردشه سليم. ف المهم انا بقى كان عندي قطع كده بانيه. هي اتصورت بالطول لان انا نسيت وصورت بالطول، فكان عندي كده كام قطعه بانيه فقطعتها كده صغيره شويه. وجيت هنا جبت بقى حطيت هنا عليها زبادو او لبن رايب. ممكن تحطي لبن عادي وتحطي عليه نص ليمونه عشان بس يفصل، او ممكن تحطي زبادي براحتك. وهنا بقى حطيت التوابل المعتاده، فلفل وكمون وكزبره ناشفه و7 بهارات وكمون وبصل بودر وتوم بودر. ودول كان اخر حبه صويا صوص عندي، كنت بحطهم وانا متضايقه. بس هجيب واحده غيرها لان فعلا خلاص يعني انا اتعودت على طعمها في اللحوم عامه، فبحبها قوي. المهم وقلبت بقى اقلب كل الكلام ده مع بعض. يعني شاورما كده سهله وسريعه وما بتاخدش منك اصلا وقت. ممكن بقى تعملي جنبها رز، ممكن تاكليها فينو، ممكن كمان تاكليها بعيش عادي. انا عن نفسي ما المره دي ولا جبت فينو ولا عملت رز يعني، لا عملت رز تقريبا جنبها وعيش بقى، يعني عيش عادي خالص. ممكن بقى انتي بقى لو حابه تعمليها في سندوتشات عيش سوري وتوميه والكلام الجميل ده براحتك. بس يعني انا بقول لكم ان يعني اول حاجه ما اخدتش قطع كتير، ما بتاخدش منك وقت خالص، وكمان ما بتاخدش قطع فراخ كتير لان انت كمان بتحطي معاها بصل بقى وخضار وكده، فما بتاخدش وقت. فالمهم هنا بقى مش عارفه ليه النور اتطفى. هنا حطيت بقى بعدها سبتها شويه وحطيت الشاورما، وبعد كده نزلت بالبصل، وبعدين نزلت بالفلفل الاخضر. شوفوا دلوقتي بتبقى حلوه قوي على فكره قوي. وكمان لما البصل كمان بيكترها والفلفل، فبتكون اكله يعني وجبه متكامله وحلوه، ومش بتاخد يعني منك غير هما قطعتين، كام قطعه مثلا بانيه. او مش شرط تجيبي بانيه، ممكن يبقى عندك صدر فراخ وتستخدميه تقطعيه وتستخدميه في الشاورما عادي، بيكون حلو برضو قوي. ويعني انا عن نفسي بعمل دقت الفراخ كده ان البانيه سعره بدأ يعدي قوي قوي. هي يعني كل حاجه بس يلا الحمد لله. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبك